في حاجة غلط، مشاعرك غريبة، في حاجة انت مش فاهمها وحاسس بقلق وتعب. تعالى ما اقول لكم جميع الابراج اللي هيحصل معاكم في شهر يوليو، وايه الانفراجة اللي هتحدث والحاجات اللي هتنتهي. نبدأ ببرج الحمل. برج الحمل، الامور العاطفية هتتحل، خاصة المشاعر المنسية الرومانسية المنسية، وطبعا فاهميني. ايضا علاقتك بالمشاكل مع احد الاخوة او الابناء هتتحل ايضا. برج الثور ده اللي كان شاغل بالك. برج الثور، العائلة ووضعك في العائلة وقراراتك اللي عايز تاخدها وامورك المالية، الاتنين هيتحلوا خلال شهر يوليو. بنهاية يوليو هتلاقي الامر منتهي. برج الجوزاء، عندك جزئية الظهور والتعاقدات للمشاريع، يعني عندك جزئية الظهور وإثبات وجودك وأيضا المشاريع، الاثنين هتثبت فيهم كفاءة وستكون الأكثر حظا. برج السرطان، المشاكل القديمة اللي ممكن ظهرت فجأة شغلة بالك شوية أو قلم منها، وأيضا أمورك المالية عندك انفراجة كبيرة جدا، الاثنين هيتحلوا لنهاية شهر يوليو. برج الأسد، برج الأسد هتتحسد، اللي انت كنت بتتمناها هيحصل، والقلق التراكمي اللي عندك هينتهي، وايضا خلال الفترة هتبدأ تعرف علاقات شبهك وهتسيب الناس اللي حواليك. حياتك وفكرك وشخصيتك وعلاقاتك كل ده هيتحل بنهاية شهر يوليو. برج العذراء، المشاكل اللي ظهرت على السطح مرة أخرى أو الصدمات أو الحاجات اللي هتبدأ تعرفها، وأيضا سمعتك وسيرتك الذاتية عند الناس ومكانتك الطبيعية، كل ده هيتحل بنهاية شهر يوليو. أنا عارف إن في حاجات ظهرت مفاجأة لبرج العذراء. برج الميزان، عندك حل لكل شيء لحياتك، الوقفات والصدمات والعقبات والنحوسات وقلة العاطفة وأيضا العلاقات السلبية اللي انت عرفتها، كل ده شاغل بالك هيتحل على نهاية شهر يوليو. أبشر بالخير. برج العقرب، وجودك وإثبات وجودك واسمك هيتردد من تاني بالخير، واللي انت شاكك فيه دلوقتي هتتأكد منه، خاصة في الشخصيات والشخصيات الكاذبة والمخادعة هتتأكد منها، وقلبك هيرتاح في خلال شهر يوليو، ومش هتعدي شهر يوليو إلا لما تعرف كل ده، وهتنهي كل التوترات اللي عندك. برج القوس، حبايب برج القوس، عندك حظوظ، اللي انت مقدم عليها يتقبل، اللي انت مستنيه هيجي لك خبر حلو بالنسبه له، اللي شاغل بالك واحساسك ومشاعرك الغريبه اللي انت بتحس بيها، ان الامور لن تسير هكذا، هيجي في صالحك والدنيا هتصالحك. وايضا هناك علاقه عاطفيه يا تصالح يا علاقه عاطفيه جديده. برج الجدي يا حبايبي، برج الجدي هتجيب عليها وطيها الفترة دي، اللي انت شاكك فيه صدقه وهتعبره، واي حاجة انت شفتها هتنهيها، وقلبك هيجمد عشان هتعرف اللي فيها، وكل شيء هتستريح منه. وهناك انفراجة مالية للقلق المالي والتوترات المالية يا برج الجدي، وايضا انهاء العلاقات ده قرار سليم، اوعى نفسك اللوامة توديك في دوامة. اما برج الدلو فهناك قرارات رائعة هتتخذها في العمل، اتخذ القرارات العمل اللي انت عايز تتخذها، لا تستمع لكلام الاخرين اللي عاملين لك قلق ودوشة، خد كلامك من نفسك. وايضا هناك تحسن كبير الامور العاطفيه ومشاعرك اللي هتهدى. برج الحوت، حبايبي برج الحوت هتكون مبسوط، والشغل عندك هيتطور وهيكون احسن من الاول بشهر يوليو. مش هيعدي عليك شهر يوليو الا لما يكون هناك تغييرات كبيره جدا جدا في امور العمل، لكن خد بالك شويه من اخطاء الماضي بالنسبه لحياتك العائليه او ما شابه، لان ممكن ترجع من تاني. حاول انك تكون بتبادر ب هنقول الخير عشان يجيلك الخير. ده بالنسبه لجميع ابراج عشان الناس اللي دماغها بتشتغل. السلام عليكم.